السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ينظم مسابقة وطنية للأفكار الإبداعية في أسمرة. بناء فصول دراسية جديدة في عصب. الدعم والرعاية التي تقدم لوعاقي الحرب تساهم تحسين وضعهم المعيشي. ترامب وميلوني يتفقان على التفاوض لصفقات حول الرسوم الجمركية. كوريا الشمالية تهدد بنشر قاذفة أمريكية في جارتها الجنوبية. موسكو مستعدة لتسيير اتفاق إيراني أمريكي. ينظم الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا مسابقة الوطنية للأفكار الإبداعية تحت شعار أفكار إبداعية من أجل تنمية المجتمع. أوضح ذلك في ورشة عمل نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال في أسمرة يوم 17 من أبريل بهدف جعل مسابقة الأفكار الإبداعية الأولى على الإطلاق أكثر فعالية وكفاءة. وأوضحت مسؤولة متابعة الأقاليم بالاتحاد السيدة هيلين أمينة إن الهدف الرئيسي من المسابقة هو تحديد نقاط الضعف والثغرات والتحديات والمشاكل في حياتهم ومجتمعاتهم ومؤسساتهم لتشجيعهم وتحفيزهم على تطويرها والعمل عليها. واقترح المشاركون بعد نقاش أوراق العمل والأسئلة تقسيم المشاركات المتنافسة إلى فئات لتكون مفتوحة للجميع ودراستها وحل والمساهمة في برامج التنمية الوطنية ودمج قاعدة بيانات مقارنة لمنع التكرار والنسخ من المقترحات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة. وتم الاتفاق على ضرورة العمل الجاد لنقلها. وقال رئيس الاتحاد الوطني السيد صالح أحمدين في كلمته إن المسابقة هي استمرار لجهود الاتحاد في توحيد الشباب وتنظيمهم وتشجيعهم وفقا لاهتماماتهم وتطلعاتهم. وأعرب عن انتقاده بأنها يجب أن تكون منصة لهم للتعرف على بعضهم البعض. وأضاف السيد صالح أنه سيتم نشر معلومات حول إجراءات المنافسة بالمزيد من التفاصيل في صحيفة إريتريا الحديثة. ويمكن للمتسابقين تقديم أفكارهم الإبداعية بحلول 10 من مايو من خلال الحصول على نموذج من مركز الابتكار وريادة الأعمال. يذكر تنظيم الاتحاد بالتعاون مع شركاء المعرض والمسابقة الوطنية الثانية للابتكار والحرف اليدوية في مارس الماضي تحت شعار الابتكار الشبابي من أجل التنمية العليا. يتم بناء فصول دراسية جديدة في مدرسة الشهيد أحمد هلال الابتدائية في عصب بتكلفة 700 ألف نقفة لحل النقص في المدارس في الفصول الدراسية بالمدرسة. وأوضح مدير المديرية عصب المكلف السيد برهان كيداني أنه يتم بناء 3 فصول جديدة وصيانة 3 فصول أخرى بمبادرة المواطنين بالتعاون مع إدارة المديرية. وذكر حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بدوره على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية في جهود سد نواقص التعليم إلى جانب تعزيز عملية التعليم والتعلم. أفاد رئيس الجمعية الوطنية لمعاقو الحرب الإريترية السيد فيساي تسفى ميكيل أن نتائج المساعدات والقروض الخالية من الفوائد للمحاربين القدامى مشجعة وتساهم في دعمهم وتحسين وضعهم المعيشي. وقامت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1993 تدريب أعضائها في مجالات الحدادة والنجارة والتكنولوجيا الكمبيوتر وقيادة السيارات والرسم وغيرها من المهن. وأن الجمعية تسهم لهم فرص الحصول على قروض كرأس مال لبدء أعمالهم. وتمكن أكثر من 6000 عضو بمبلغ وصلت إلى 176 مليون نقفة وأنه تم سداد 26% منها حتى الآن. وأضاف السيد فيساي أن برامج إعادة التأهيل تشكل أيضا جزءا من جهود الجمعية لتمكين أعضائها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بدعم من الحكومة والجهات المختصة. وقال أن 70% من نفقات أعضاء الجمعية في الخدمات الصحية تغطيها الجمعية. وإلى جانب ذلك قامت الجمعية بتركيب منشآت حديثة للتشخيص والمعالجة المشاكل البصرية في أسمرة بالتعاون مع أعضاء الجمعية المقيمين في النرويج.
كما ذكر أن الجمعية حصلت على أكثر من 6.7 مليون نقفة من أعضائها والمتبرعين في مختلف الدول لدعم مشاريع الرعاية المختلفة، بالإضافة إلى فتح مراكز اللياقة البدنية للمعاقين في أسمارة وكرن ومندفرة وبرانتو بتكلفة وصلت إلى 250 ألف يورو. وأكد مسؤول قسم التنظيم والإعلام بالجمعية سيد محمد نور إدريس أن أعضاء الجمعية في وضع أفضل بفضل الرعاية والسكن المقدم لهم من قبل الحكومة والمواطنين. دعا مسؤول الثروة الحيوانية في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي الدكتور عقبازقي كفلاي إلى العناية المناسبة بالحيوانات الأليفة، لأنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية ومخاطر بالإضافة إلى فوائدها. وقال أن الكلاب والقطط التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبشر كانت تستخدم للترفيه والحماية والصيد لعدة قرون، وأضاف أنه لضمان سلامة وأمن الإنسان يجب إطعام الحيوانات بشكل سليم ومعاملتها بشكل نظيف، ويجب الوفاء بحقوقها وواجباتها والعناية بصحتها. وذكر بضرورة ممارسة النظافة بعد التعامل مع الحيوانات، مضيفا أن هنالك أمراض تنتقل من الحيوانات والكلاب والقطط خاصة، وحث على تطعيم الكلاب بشكل دوري. وأكد على أنه كما هو الحال مع الآثار الصحية لتناول اللحوم النية على الإنسان، فإن اللحوم غير الآمنة يمكن أن تنقل الأمراض أيضا إلى الحيوان. ودعا دكتور عقبازقي المرأة الحاملة للابتعاد عن القطط، لأنها قد يكون لها عواقب مثل الإجهاض ومشاكل غير طبيعية. أوضح مدير مديرية حلحلة أن المديرية تقوم بأعمال الحفاظ على المياه والتربة وتعاون المواطنين ومنتسبو وحدات قوات الدفاع بالمنطقة، بذكر أن الأعمال تركز على المناطق الزراعية والوديان. وأضاف قائد الكتيبة بالمنطقة السيد هابتيس عواتي ومسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية السيد سليمان عمر أن الأعمال التي أجريت العام الماضي ضمن جهود الحفاظ على المياه والتربة أثمرت محاصيل جيدة في الموسم الزراعي الماضي، وأن المديرية تقوم تجهيزات مسبقة على هذا الأساس. وأشار المواطنون إلى أن الأنشطة التنموية التي يقومون بها تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مكافحة انجراف التربة وجراء السيول التي نتجت عن هطول الأمطار الموسمية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قبل انتهاء فترة تجميد الرسوم الجمركية التي تمتد إلى 90 يوما. وقال ترامب للصحفيين خلال ترحيبه برئيسة الوزراء الإيطالية أنه واثق للغاية من إمكانية التوصل إلى صفقة تجارية، ووصف ميلوني بالشخص العظيم وأنها تمتلك موهبة كبيرة وتعد واحدا من القادة الحقيقيين في العالم. وتوقع ترامب أن تتوصل إدارته إلى اتفاق تجاري مع الصين التي فرض عليها رسوما جمركية بنسبة 145%. وبدأت نبرة حديث ترامب متفائلة بالتوصل إلى اتفاق مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي. وفيما تحدثت ميلون عن خطط إيطاليا بزيادة الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وجعل الدول الغربية قوية. وتعد إيطاليا ثالث أكبر دولة أوروبية تبيع سلعا بقيمة 40 مليار دولار للولايات المتحدة، أكثر مما تستورده من سلع أمريكية. هددت كوريا الشمالية برد انتقامي غير محدود بعد أن حلقت قاذفات قنابل أمريكية بعيدة المدى فوق كوريا الجنوبية خلال تدريبات مع قواتها، وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تدريبا على هجوم ضدها. وكانت قاذفات القنابل الأمريكية الاستراتيجية حلقت خلال تدريبات جوية مع مقاتلات أمريكية وكوريا جنوبية أخرى. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن تدريب هدف إلى إصهار قدرة الردع المشتركة للبلدين ضد برنامج كوريا الشمالية النووي المتقدم. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن التحرك العسكري الأخير للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية هو تهديد صريح لأمن دولتنا واستفزاز خطير يرفع التوتر العسكري في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية.
رجحت تقارير روسية استعداد موسكو للعب دور أكبر لتسهيل الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، فيما فضلت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية مرضية للطرفين. واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو حاملا رسالة خطية من المرشد الإيراني علي خامنئي. ولم يكشف الطرفان الروسي والإيراني عن مضمون الرسالة، واكتفى عراقجي بإشارة عامة إلى أنها تتضمن الأحداث الإقليمية العالمية والعلاقات الثنائية، فيما تحدثت تقارير صحفية عن أن إيران تريد ضمانة روسية عشية استئناف جولة مفاوضات مع الأمريكيين. وقال الكرملين أنه سيكشف لاحقا مضمون المحادثات، مع إشارة إلى أن التركيز انصب على الوضع المحيط بالمفاوضات النووية الإيرانية والعلاقات الثنائية والتعاون في الملفات الإقليمية الدولية. قالت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستيني جوريفيف إن تصاعد التوتر التجاري والتحولات الجذرية في النظام التجاري العالمي سيؤديان إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي. وجاء حديث المسؤول الدولي في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق اجتماعات الربع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر الصندوق بواشنطن. وأضافت جورجيفيا إن اقتصاديات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمي منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي. وفقا لجورجيفيا أدى ذلك إلى ضبابية غير مسبوقة في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية. وكان صندوق النقد قد توقع في يناير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 في العام 2025 3.3 في العام 2026. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ينظم مسابقات وطنية للأفكار الإبداعية في أسمرة. بناء فصول دراسية جديدة في عصب. الدعم والرعاية التي تقدم لوعاقي الحرب تساهم تحسين وضعهم المعيشي. ترامب وميلوني يتفقان على التفاوض لصفقة حول الرسوم الجمركية. كوريا الشمالية تهدد ببعد نشر قاذفة أمريكية في جارتها الجنوبية. موسكو مستعدة لتسهيل اتفاق إيراني أمريكي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.